السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده كده روتين في التشطيبات الاخيره كده في الشقه، ان شاء الله باذن الله تكمل على خير وابدا اعمل لكم روتينات، لان انا مش عارفه اعمل اي حاجه والله بجد. ومتشجعه جدا ومتحمسه جدا ونفسي قوي قوي والله ان انا انزل روتينات كل يوم، بس على قد ما اقدر والله بعمل يعني. اول حاجه انا كنت منزله لكم صوره قبل كده وانا في المطبخ كان لسه بيتشطب. المطبخ بتاعي كان لونه موف كده وعامل زي الرخام كده وحاجات كتير في بعض الجدران يعني، فانا حبيت اعملها لون فاتح عشان حابه برضو ادهن المطبخ لون فاتح، وعايزه اخليه كله ابيض في ابيض زي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. هل هيطلع بقى بنفس المنظر النهائي؟ الله اعلم. ولكن هنا اللون طلع حلو بالنسبه لي، لون الجدار طلع حلو بالنسبه لي مرضي يعني. اللون ده اسمه كلاسيك وايت، هو يعني لون ابيض بس مكسور بسن اسود كده، فتحسه ابيض بس اللي هو ايه، ابيض هادي يعني، ابيض مصفر كده. المهم اتدهن وانا عاملاه نص لمعه، عاملاه بلاستيك نص لمعه. عشان يعني ايه يبقى حلو في الغسيل، يستحمل غسيل شويه وكده. بحاول اديك شويه معلومات عشان لو في حد يعني بيشطب شقته او بيعمل او عروسه هتتجوز او كده، يعني ايه خدي من التجربه العمليه كده عشان تستفيدي يعني. المهم فانا دهنته بلاستيك نص لمعه عشان يستحمل معايا، لان هو مطبخ وكده. بلاش تدهنوا زيت في المطبخ، ممكن النقاش يقولك ادهني زيت. الزيت ده اللي هو اللاكيه وكده، ده بيسمر مع الوقت، لان انا اللي كنت دهناه قبل ده كان زيت او اللي هو اللاكيه. ده غمق، بيغمق جدا، غمق عندي جدا جدا، لونه اسود مش غمق كمان بقى ايه. يعني المكان اللي انا حاطه فيه مثلا المطبخ او المكان اللي انا حاطه فيه الغساله او التلاجة، لما اجي احب مثلا ان انا اشدها الاقي وراها اسود خالص ولون الجدار اتغير عن بقيه الجدار. المهم هنا النقاش يعني دهن وخلص، فانا بقى دخلت غسلت المطبخ غسله كويسه وكنسته. هم بصراحه كانوا نضاف، كانوا كانسين يعني وراهم، الله يبارك لهم يعني. وقمت انا بقى كنسه برضو على السريع كده وغسلته غسله حلوه ببريكس كده. فطبعا دي فرصه قلت اغسله كويس، لاني يعني لما اجي احط المطبخ طبعا احنا صعب ان احنا نبدا نشد المطبخ وكلام زي ده، وان احنا نغسل مكانه صعب، فقلت اغسله كويس جدا بقى وادخل المطبخ. هو لسه هيتعك تاني وهيتبهدل تاني لان هما لسه بيدهنوا بقيه الشقه بره، بس لازم ادخل المطبخ لان حاطه المطبخ في الصاله. عما هما يخلصوا المطبخ يعني، انا اتفقت هم بيخلصوا لي المطبخ اول حاجه، ادخل المطبخ وبعدين بقى يدهنوا الصاله وبقيه الشقه وكده. وهنا بقى كنست الحته ومسحتها، وكان بيبقى فيه بواقي بويه كده في الارض، بقيت اشيلها بايدي وشديت بالمساحه كويس جدا. وكان العصر اذن، قلت بقى عما الحته تنشف اكون صليت العصر، وبعدين ادخل المطبخ بقى وانا وجوزي. وبعدين خلصت وكده كانت الحته نشفت كويس، ودخلنا بقى المطبخ بتاعي زي ما قلت لكم هو لونه كان موف، والجدار كان لونه موف مشبح كده، لو انتم متابعين فيديوهاتي هتعرفوا شكله. بس اكتر حاجه كانت عامله لي عقبه هو الدهان بتاع الجدران، كان شكله صعب جدا بصراحه، وكان مغمق لي الدنيا وما كانش فيه اي اضاءه بتبان خالص. الناس بقى اللي هتقولي برضو طب انتي مش عامله ليه المطبخ بتاعك سيراميك؟ انا عامله السيراميك. انا عندي المطبخ بصوا يعني الجزء ده لو انتوا خدتوا بالكم ما فيش فيه اي حاجه خالص، ولا حوض ولا بوتاجاز ولا اي حاجه. هو المطبخ بتاعي المنطقه اللي انا الحته اللي انا واقفه فيها دي كده، في بره كده حته حيطه صغيره فاصله بين الحوض والبوتاجاز. الحوض والبوتاجاز في حته صغيره كده يعني، يجي مثلا 2 متر في 2 متر او حاجه. دي كده معمولة سيراميك كلها، ومحطوط فيها الحوض ومحطوط فيها الشفاط والبوتاجاز، ومحطوط فيها الوحدة اللي فوق الحوض واللي تحت. اللي انتوا شايفينه ده بقى دي اللي هي ايه الأوضة دي كده اللي هي فاضية، المطبخ اللي فاضي خالص ده انا حاطة فيه المطبخ الخشبية بس، والتلاجة والفريزر. وكنت حاطة الغسالة بس انا شلت الغسالة وديتها مكان تاني، عملت لها أوضة كده صغيرة كده على قدها. هنا بقى الحتت دي عشان هو طبعا الجدران فاتحة، وانا بغسل كانت في شوية تراب وكده جم على الحواف دي، فانا مسحتها. وخلي ايدك فيها على طول عشان لونها ما يتغيرش مع الوقت وتبقى شكلها مش حلو. شايفين البوتاجاز بقى طبعا دمار مع الصنفره والحاجات دي، شوفوا شايفين شكله. قلت بقى ايه يعني، هي مش غاسله قوي لان هو لسه برضو هيتبهدل تاني، لان هيصنفروا لسه الطرقه قصاد البوتاجاز كده، في طرقه هتتصنفر لسه وتدهن. فانا قلت ايه اغسله غسله على السريع كده برضو عشان ما يبقاش ايه شكله وحش وكده، ويبقى برضو ايه يعني اما اجي انضفه بعد كده يبقى سهل. وحتى اما اجي اطبخ عليه ولا اي حاجه، انا ما كنتش بطبخ طول ما هم بيعملوا في المطبخ طبعا، فما كنتش بدخل المطبخ يعني. انما دلوقتي طبعا خلاص دخلت المطبخ بتاعي، فهدخل طبعا اطبخ وكل حاجه، وهم يبقوا بره وانا هحط ستاره او اي حاجه كده على المطبخ. انا ناوي ان شاء الله اعمل باب بس لسه مش الوقتي. فهنا بقى قلت اغسل بسرعه كده واشيل التراب اللي عليه ده والمعه كده تلميعه حلوه كده، وامسحه وايه وارجع بقى اشوف اللي ورايا ايه. المهم زي ما قلت لكم البوتاجاز كده ده هو كده في جزء كده في جنب زي يعني ايه، في جزء كده في جنب بالسيراميك وكلام زي ده. المطبخ بقى بتاعي هو لونه موف زي ما قلت لكم، والبلاط لونه موف. البلاط الموف واللون موف ده من اختياري انا كنت بحب اللون موف ده جدا. واما انا اتجوزت من كام سنه كده، من حوالي 8 سنين يعني، كان هو اللي طالع موضه، وكان لون حلو جدا واصلا بالنسبه لي مفضل لغايه دلوقتي برضو. البلاط كان جوزي هيعمله ابيض في الارضيه،
بس انا بصراحه اللي صممت انه يبقى موف. طبعا كان عقلي لسه اللي هو انا عايزه يعني ايه كل بلاط ارضيه يبقى لون الحاجه اللي هيتحط فيها، وحاجات زي دي كانت موضه اياميها وقتنا بقى وكده. فصممت يتعمل موف. دلوقتي طبعا زعلانه جدا انه موف، لان حتى لو حبيت اغير لون اي حاجه البلاط مش هينفع يتغير. فقلت انا هحاول ان انا افرش البلاط ده. طبعا انتوا هتتابعوني ان شاء الله وهتعرفوا وهتشوفوا كل حاجه هعملها. فقلت انا هحاول افرش البلاط ده بسجاد بحيث ان هو ما يبانش منه اي حاجه. ماشي. والمطبخ انا دهنته خلاص الحمد لله. اللون اللي هو عليه اللي هو اسمه كلاسيك وايت ده هو ابيض، بس ايه مصفر شويه بسيطه يعني، مش ابيض قوي او ابيض زاع وكده. المهم قلت ايه ادهن بقى المطبخ. عايزه ادهنه برضو اللي هو البيج الفاتح قوي او ابيض، بس يعني ايه واخد درجه مثلا اسود غامقه شويه يعني، اغمق من الجدار. عايزاه يبقى اغمق من الجدار بدرجه كده. يبقى بس يبقى في نفس الالوان نفس الفواتح يعني. فحبيت بصراحة كنت عايزة ادهنه انا اللي كنت عايزة ادهنه يعني واصنفره انا وجوزي. زي ما قلت لكم للناس اللي متابعانا هيعرفوا يعني احنا بنعمل كل حاجة في كل حاجة احنا من نفسنا يعني. حتى لما تابعونا في الصيف احنا بنطلع على السطح بنقعد نعمل كنب ونعمل كراسي وبنعمل قعدات فوق يعني اللي هو ايه احنا طول ما احنا قاعدين بنقعد نعمل بنركب ستايرنا بنعمل كهربتنا. يعني كل الكهرباء اللي في المطبخ دي انا مركباها انا وهو. فهو بقى بنقعد نحاول ونعمل ونجرب ونسأل وكده وبنعمل الحاجة ما بنحبش نستنى حد. وهنا برضو ركبت الكشافات. كان في لمبتين كده بس كانت اضاءتهم مش حلوه، قلت نركب الكشافات دي. بصراحه ادتني اضاءه عاليه جدا. هي دي كشافات 37 واط. فانت لو عندك مكان الاضاءه بتاعته بسيطه يعني استبدليها بكشاف. الكشافات دي بصراحه اضاءتها عاليه قوي يعني. هو مش فاكره اسمه والله، هفتكر اسمه اقول لكم. هنا عملت بقى كوبايه قهوه لاني ما كنتش نمت خالص. طول الليل وانا بفكر في اللون بصراحة هيطلع حلو هيطلع وحش. وبعدين عملنا بقى كوباية قهوة انا وجوزي وشربنا. لما شربت القهوة دي انا ما نمتش خالص طول الليل برضو. المهم هنا بقى كنت بشيل اللزق اللي انتوا شايفينه ده، والكهرباء اصلا مش فاصله يعني. كنت همسك السلك بايديا فهو جوزي قال لي حاسبي عشان هفصل السلك. فصله بقى وشلنا زي ما قلت لكم الحاجات دي. وغيرت الوشاش كلها وركبت وشاش جديدة. وعملنا الكهرباء كلها بتاعه المطبخ ظبطناها لان الراجل بتاع الكهرباء كان لسه قدامه يجي 4 ايام وانا عايزه استخدم المطبخ طبعا ما عادش ينفع اقعد اكتر من كده. دخلنا المطبخ كده. المطبخ بتاعي شايفينه متبهدل. ده دهن البويه بتاعه متبهدل اصلا. لما انا اتجوزت الراجل كان لسه دهنه ما كملش يومين، ما كانش لحق ينشف. فجه طبعا مواصلات يجي 12 ساعه اتبهدل كله. الدهان كله بتاعه اتخدش واتبهدل. وطبعا يعني عروسه جديده طبعا مش هينفع ان انا ادهنه ولا اي حاجه. فزي ما قلت لكم حبيت ان انا ادهنه انا بنفسي ونصنفره ونعمله كده. فجوزي رفض. رفض ان انا ادهنه. قال لي هتبوظيه والله وهترجعي تندمي وكده. قلت له ما هو متبهدل اصلا. قال لي هو متبهدل بس دهانه حلو، انما انا لو دهنته الدهان نفسه هيبقى وحش. مش عارفه بصراحه يعني اعمل التجربه دي ولا لا. لو حد فيكم عملها يقول لي كانت ناجحه لا ما كانتش ناجحه كده. هنا بقى يا بنات انا كنت بوريكم المطبخ يعني انا اعمله ازاي. هو اولا مطبخي حرف ال. شايفين التلاجة كده المطبخ بتاعي بيبقى واخد الجدار الفلوش والجدار بتاع التلاجة ده كله زي النظام اللي انا عاملاه ده وشايفين كده. بيبقى كل الجدار كده هو حرف ال كده. بيبقى التلاجة والفريزر في الجنب التلاجة كده والفريزر جنبها والغسالة. انا زي ما قلت لكم شلت الغسالة خلاص مش هدخلها. بس بيبقى التلاجة والفريزر بقى واخدين ايه يعني مساحة طالعين كده جنب البوتاجاز وبيبقوا طالعين شوية على الجدار فمبقوش حلوين. فجوزي اقترح. وبعدين الحيطه اللي انا حاطه فيها المطبخ الجزء ده اللي هي بتاع الشباك الحيطه دي بتبقى سخنه جدا جدا في الحر. والشمس متسلطه فيها طول اليوم. فالتلاجة والفريزر عندي يعني ايه بيتأذوا بسبب الموضوع ده. التلاجة عندي اتأذت كذا مره بسبب الموضوع ده. وكنت بجيب الراجل يشوفها وكده وكان بيقول لي بسبب الحراره الجامده عليها في الحر وكده ومش بتقاوم والكهرباء اوقات بتقل وكده. فبضطر ان انا برضو اشيل المطبخ اودي الجدار التاني واجيب التلاجة في الجدار ده. بس احنا دلوقتي خلاص استقرينا استقرار نهائي يعني ان احنا هنخلي التلاجة والفريزر في الجنب ده زي ما انتوا شايفين كده. ويبقى اللي هو حرف ال كده بس مش كامل. والجنب التاني بقى احط ايه الجزء ده كده جنب البوتاجاز. هو فيه بوتاجاز شايفين كده بصوا واخدين بالكم. هو كده جنب البوتاجاز. والجزء بتاع الشباك ده انا قلت هعمل عليه ستارة واحط تحته ترابيزة بكرسيين. بس جوزي قال لي لا بلاش ترابيزه وكرسيين عشان ما نضايقش المطبخ. احنا بنحب نقعد ناكل على الارض. لا احنا نجيب بوت زرع اللي هو بيبقى طويل قوي ده يا بنات عارفينه اللي بيبقى طويل كده وطالع منه زرع. ونحطه تحت الشباك مع الستاره وكده. وهعمل ليد في المطبخ. بس هي العقبه الوحيده الحاجه الوحيده بصراحه اللي هي مضايقاني ان انا عايزه ادهنه ونفسي اخلي لونه فاتح. مش عارفه هنعمل الموضوع ده ولا لا. انا نفسي اعمله الايام دي وكنت متشجعه قوي ان انا اعمله. بس النجار قال لي بلاش تغامري. وغير كده الناس عندي صنايعيه وكده برضو مش هينفع ان احنا نعمله. لازم هستنى اما يمشوا. ولما هم يمشوا هيكون رمضان عيد الاضحى قرب علينا. فممكن برضو ملحقش. ممكن اعمل الخطوه دي ان شاء الله بعد العيد. المهم انا شلت الاستيكر اللي كنت لازقاه. بصوا في ستيكر بيجي الناس اللي بتسأل على الستيكر اللي بتلزق على المطبخ الرخامي. في ستيكر بيجي نوع نضيف غالي.
ده بيتشال بسهولة جدًا، أنا كنت لازقاه قبل الستيكر اللي أنا لازقاه ده، والله كنت لازقاه يمكن قعد أكتر من سنة وشيلته اتشال بمنتهى السهولة. اللزق اللي أنا لازقاه ده بقى لزقته في رمضان، فأنا جبت لزق رخيص أي كلام كده ييجي ب70 جنيه والّا حاجة، لزقته عشان أنا عارفة إنه هيتشال قريب، لإن أنا عارفة إن أنا هادهن المطبخ وكده. فهو فعلًا لمّا جيت أشيله هبّطني جدًا، جدًا، فما عُدتش هاتني الحركة دي تاني، بس ولكن أنا هاجيب من التاني نضيف وهابقى آجي ألزقه وهاوريه لكم برضه. جبت برضه اللزق ده اللي هو أنا كنت البتاعة اللي هي الكيتشن وكوفي والحاجات دي أنا جايباها من زمان أوي أمّا كانت لسه طالعة ترند، بس كنت كل أمّا آجي أحطها على الجدار ألاقيها مش ماشية مع الجدار، فأتضايق أشيلها وأحطها في الدرج التاني. جوزي كنت أنا عايزة أجيب اللي هو الورق الحائط اللي بيتحط بين المطبخ اللي لونه أبيض ده، فجوزي قال لي: "ما لهوش لازمة، كده إحنا هندهن وأمّا نيجي نطلّعه هيهبطنا، فما لوش لازمة وكده." فشِلتها بقى لغاية ما ربنا كرم ودهنتها، والحمد لله ركبتها وجوزي أُعجب بيها جدًا وكانت فعلًا جميلة. هي موضتها راحت شوية أو الناس عملتها خلاص من زمان، بس هي فعلًا حلوة لغاية دلوقتي وعاجباني جدًا. بعدين بقى عملت صينية كيكة عشان العمال جايين تاني يوم الصبح، ما كنتش عملت لهم حاجة بقى لي فترة، عشان طبعًا المطبخ مش عارفة أدخل، وطلعت جميلة جدًا. أنا باعملها باللبن السخن أو بالحليب السخن، بيبقى بصراحة أفضل من اللبن الساقع، بيخلّيها هشة كده ومسامها حلوة. هنا بقى نسيت اقول لكم على حاجه البنات كلها بتسال عليها. بصي، اما تيجي تلزقي اي حاجه على الجدار لو عايزاها تلزق وفي نفس الوقت ما تعلمش معاكي على الجدار، عارفين اللي هو اللزق الاصفر ده اللي هو بتاع الدهان الورق ده، انت بتلزقي حته على الجدار كده بيبقى هي اللي ملزوقه على الجدار، يعني بحيث لما انت تشيليها ما تعلمش معاكي في الجدار ولا اي حاجه. وبتجيبي اللي هو اللزق الاتنين في واحد بتلزقي عليه، وبعدين بتلزقي الحاجه فوق، يعني اللي هو المهم ان اي اللزق ما يلمسش، اللي هو الاتنين في واحد ده ما يجيش ما يلزقش في الجدار. اللزق اللي بيبقى في الجدار اللي هو الاصفر ده الورق اللي انتوا شايفينه، بتلزقي انت بقى مثلا لو هتلزقي في الحاجه اللي هتلزقيها بتلزقي الاول الاتنين في واحد، وبعدين فوقه بتلزقي عليه اللي هو اللزق اللي هو بتاع الورق، وبعدين بتلزقيه في الجدار. المهم ان الاصفر ده اللي هو الورق ده بتاع الدهان ده هو اسمه لازق دهانات، بيجي من عند بتوع البويه ورخيص مش غالي. هاتيلك واحده خليها عندك واتنين في واحد. ده بيخلي الحاجه ما تعلمش في الجدار وما تلزقش، وما تيجي تطلعيها تطلعيها بسهوله وما تبقاش معلمه، وفي نفس الوقت بيمسك حلو جدا. والله انا فضلت لازقه ازواق رمضان عليه يمكن الشهر كله، وانا اللي شيلته فضلت اشده كده عشان اشيله. فاعملوا التجربه دي هتعجبكم جدا. تاني حاجة برضو حابة اقولها لكم معلومة برضو، الراجل بتاع اللي هو التلاجة، تلاجة ال جي، الراجل بتاع التلاجة اللي هو بتاع الصيانة لما بيجي يصلحها لي او يبصلي عليها او يصينها لي في اي حاجة، بيقول لي دايما انفضيها بالبلور لان التراب على الموتور بيخليه يسخن وده بيأذي التلاجة. فانتي وانتي بتنضفي كده كل فترة كده، وانتي بتنضفي التنظيف العميق او انتي بتنضفي نظافة عيد او كل فترة كده، وبالذات في الصيف، انفضي التلاجة نفضة حلوة بالبلور كده من ورا، ما تخليش التراب يتجمع عليها، لان الحر مع التراب بيخلي الموتور يسخن وده بيأذي التلاجة، ممكن يبوظها لا قدر الله، ممكن كمان يخليها ما تتلكش ويخليها الجهد بتاعها ضعيف. فدي كده معلومتين ان شاء الله تكوني استفدتي منهم، وبكده اكون وصلت لاخر الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. واتمنى تسيبي لي كومنت حلو منك لو في حاجة عجباكي او مش عجباكي، انا بقبل النقد عادي جدا. السلام عليكم ورحمة الله.